السادة أعضاء الفريقين، الحضور الكرام، معكم على الشاشة اليوم أخوكم محمد ممثل الصف الأول قسم المعهد، وأنتم تنظرون قناة الرياض التابعة لجامعة رياض العلوم كابول. أهلا وسهلا بكم في هذه المناظرة التي تجمع بين فريقين لمناقشة موضوع هام حول لغتين، العربية والبشتو. سيتم محور نقاشنا اليوم حول النقاط المختلفة المتعلقة بكل لغة من حيث تأثيرها الثقافي وتاريخها وعدد المتحدثين بها وأهميتها العالمية. سنبدأ هذا النقاش ضمن إطار منظم قائم على التبادل العلمي الهادف والمبني على الحجج الموثقة والمنطقية. أذكر الجميع بأن الهدف من هذه المناظرة ليس إثبات تفوق لغة على أخرى، بل تسليط الضوء على جوانب القوة في كل منهما وتقديم مقارنات بناءة تساعد في إثراء معرفتنا. أتمنى أن يتحلى الجميع بالروح والاحترام المتبادل خلال النقاش. نبدأ الآن مع فريق الأول، فريق اللغة العربية، الذي سيقدم حججه حول أفضلية اللغة العربية في المدارس والجامعات. تفضل دكتور حميد. دعونا نكون واقعيين. اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة منذ قرون. إنها اللغة التي نقلت الحضارة الإسلامية إلى العالم، وبدونها لما كان هناك تلك النهضة العلمية في الفلسفة والرياضيات والطب. العربية ليست مجرد لغة محلية، إنها لغة عالمية يستخدمها الملايين حول العالم. كيف يمكن مقارنتها بالبشتو وهي لغة محدودة الانتشار؟ تفضل أستاذ قاسم. العربية ليست مقياسا للقيمة. نعم، اللغة العربية لديها تاريخ، لكن هل تعني أنها الأفضل في كل شيء؟ هذا هراء. لغة البشتو هي لغة ملايين الناس في أفغانستان وباكستان، وهي تعبر عن ثقافة وحضارة عميقة ومتجذرة. لماذا نفرض على طلابنا لغة أجنبية وهم يتحدثون البشتو في بيوتهم؟ من الخطأ الكبير تهميش لغة الأم تحت ذريعة أن العربية أفضل. تفضل مهندس عناد. أجنبية؟ هل تمزح؟ اللغة العربية ليست أجنبية بالنسبة لأغلبية العالم الإسلامي. إنها لغة القرآن ولغة تراث علمي وفكري لا يقدر بثمن. كيف يمكن أن تقول إنها لا يجب أن تكون لغة التعليم؟ البشتو قد تكون مفيدة في المناطق المحلية، لكن العربية تمنح الطلاب فرصة للاتصال بعالم أوسع من المعرفة. التعليم بلغة البشتو سيحصرهم في إطار ضيق، بينما العربية تفتح الأبواب للعلم والفرص الدولية. تفضل شيخ عداد الحق. فتح الأبواب. اللغة العربية قد تكون نافعة لبعض الناس، لكني نتحدث بصراحة. الأطفال في المدارس المحلية لن يفهموا موادهم الدراسية بعمق إذا لم يتعلموها بلغتهم الأمية. هل تفهم هذا؟ البشتو هي لغة أهلهم، هي جزء من هويتهم، وتعلم بلغتهم الأمية هو الأساس لتحصيل قدراتهم الأكاديمية. فرض اللغة العربية عليهم هو نوع من السيطرة الثقافية وليس تعليما فعليا. تفضل معلم نور الرحمن. سيطرة ثقافية لا تخلط الأمور. العربية ليست لغة سيطرة، بل هي لغة تواصل مشترك بين ملايين المسلمين. هل تريد أن تحصر لهم أجيالا كاملة في عالم صغير؟ هل تريد أن تحصر أجيالا كاملة في عالم صغير؟ إذا كان هدفك هو إبقاءهم معزولين عن باقي العالم فاستمر في الدفاع عن البشتو، لكن إذا كنت تريد لهم فرصا أكبر في الحياة فالعربية هي الوسيلة التي ستفتح لهم أبواب المعرفة والاتصال بالعالم الإسلامي الأوسع. تفضل يا عبد الرحمن. أنت تتحدث كما لو أن اللغة العربية هي المفتاح الوحيد لكل شيء، وهذا ببساطة غير صحيح. العلم يمكن
أن ينقل بأي لغة لا يتوقف على العربية. البشتو لديها القدرة على التطور وتقديم نفس المحتوى التعليمي، ومن خطأ أن نعتبرها أقل شأنا، وأنتم تستخدمون اللغة العربية كأداة للهيمنة على ثقافة أخرى بدلا من احترام التنوع اللغوي. أداة للهيمنة؟ أي هراء هذا؟ نحن نحاول تقديم لغة ذات تاريخ علمي وثقافي هائل، لغة يتحدث بها الملايين ويستخدمونها للتعليم والتعلم في كل أنحاء العالم الإسلامي. إذا كنت تريد أن تبقي الناس متخلفين في قوقعتهم الثقافي فتلك مشكلة، لكن لا تحاول إقناعنا بأن تعليم العلوم والتكنولوجيا بلغة محلية مثل البشتو سيحدث طفرة. اللغة العربية كانت وستظل لغة التقدم. هذا التفكير المغرور والمتعالي هو بالضبط ما أعنيه. أنت لا تعترف بأي لغة غير العربية، ولا يهمك احتياجات المجتمع المحلي، ولا تفكر في حقوق الشعوب في تعلم بلغتهم الأمية. البشتو جزء لا يتجزأ من هوية ملايين الناس، وفرض العربي عليهم هو قمع ثقافي. البشتو قادرة على استيعاب العلوم والتكنولوجيا كما تفعل أي لغة أخرى، وتستطيع تقديم العالي المستوى دون الحاجة إلى اعتماد على لغة أجنبية بالنسبة له. ذاك من الخطابات العاطفية. نحن هنا نتحدث عن التعليم في عالم معقد ومتطور. اللغة العربية تمنح الطلاب وصولا إلى كتب ومحاضرات ودورات تعليمية عالمية. إنها تفتح آفاقا أوسع مما تقدمه لغة محلية ضيقة. إن كنت ترغب في البقاء في عزلة ثقافية فهذا خيارك، لكن لا تفرضه على الآخرين الذين يريدون التقدم والانفتاح. تقدم الانفتاح؟ يبدو أنك تعيش في وهم بأن اللغة العربية هي كل شيء. التعليم الجيد يعتمد على المحتوى والجودة وليس على اللغة وحدها. يمكنك تعليم العلوم والفنون بأي لغة، والبشتو ليست أقل من أي لغة أخرى. الناس لديهم الحق في تعلم العلوم بلغتهم وفهم ثقافتهم دون الحاجة إلى فرض لغة أخرى عليهم تحت مسمى العالمي. الحضور الكرام، بعد مراجعة جميع الحجج والاستماع إلى الردود، أرى أن كل فريق قدم إضافة نوعية للنقاش. قد أظهرت هذه المناظرة أن كلا اللغتين تحملان قيمة ثقافية ولغوية كبيرة. أعلن اختتام هذه الجلسة بفوز فريق اللغة العربية وأود التأكيد على أن الهدف من هذه المناظرة هو تعزيز المعرفة وتبادل الأفكار، وليس البحث عن فائز واحد فقط. شكرا لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم الفعالة. إلى اللقاء دوما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.